السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبي؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبأحسن حال. احنا النهاردة هنعمل المكرونة باللحمة المفرومة، وان شاء الله كده تعجبكم بإذن الله. طبعا نيجي هنا بقى ايه الأول هنعمل ايه. طبعا معانا بقى الطاسة بتاعتنا، ومعانا بقى معلقة السمنة اهوت زي ما انتم شايفينها مسيحناها في قلب الطاسة حبايبي اهي يا حبايبي. طبعا ومعانا بقى ايه بصلتين بقى ايه مقطعينهم همت، ومعانا قرنين توم مقطعينهم قلب على البصل يا حبايبي. طبعا نزلنا بقى في قلب السمنه اهوت. طبعا بقى نشوح البصل الاول ادي يا حبايبي. طبعا بقى مع التقليب كده. معلش بقى انا بقالي كتير ما نزلتش وصوتي متغير، معلش بقى يا حبايبي، كنت واخده والله دور برد جامد، فالحمد لله الله المستعان، الحمد لله يا رب. طبعا احنا حبايبي اهوت بنشوح بقى في البصله ادي اهو لحد كده ايه مش يعني تتحمر معانا، لا يا دوبك بس يعني البصله تدبل كده، وبعدها بننزل باللحمه حبه. طبعا في ناس تقول لك ايه لا احنا بننزل باللحمه الاول. طبعا بقى ايه كل واحد وله طريقته بقى، بس انا عن نفسي لما بعملها بنزل بالبصله الاول كده مع السمنه، بكون قادحاها طبعا والبصله تدبل. وبعدين بنزل باللحمه ليه؟ عشان البصله لما بتدبل شويه طبعا مع اللحمه كده حبايبي بتبقى تدي طعم كده للاكل. وطبعا احنا كده نزلنا باللحمه اهوت. فانا طبعا انا كنت جايبه اللحمه وعيناها في الفريزر، عشان ما ينفعش ان انا ايه انا احطها في التلاجة تحت، فطبعا بحطها في الفريزر، ويعني عشان وقت ما بعملها انا بعملها. فادي حبايبي اهوت. طبعا اللحمه متجمده شويه. وطبعا بقى بننزل بيها في قلب البصل، وطبعا احنا معلين النار. وطبعا زي ما انتم شايفين اهوت بفدغ ايه في اللحمه كده علشان ايه تفك معانا في قلب في قلب البصل ادي اهو. ونيجي هنا بقى اهوت نشوف الايه اللحمه اهيت حبايبي. طبعا بتبدا بقى تاخد لون كده مع البصله. وطبعا بقى بعد ما فدغناها وفككناها كده في قلب البصله مع السمنه حبايبي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. كده اخدت لون اهي. وطبعا بقى بعد ما بنحس انها ايه خدت نص سوا كده حبايبي بنبدا ننزل بالايه طبعا طماطم مفرومه او صلصه عندك يعني حسب اللي موجود يا حبايبي. احنا كده هنا نزلنا ايه بالطماطم او بعصير الطماطم اللي احنا ضاربينه في الخلاط. وننزل بقى، بس طبعا احنا بننزل بعد ما تكون اللحمه اخدت ايه كانت ايه بتبقى نص سوا، عشان ما تبقاش زفره في الاكل يا حبايبي ادي اهو. نبدأ كده بقى مع التقليب، ونسيبهم بقى ايه. طبعا اللحمة بقى تاخد من الصلصة او الطماطم مع البصل. فطبعا بقى ما شاء الله بساعة ما بتتسبك بقى وكده حبايبي ما شاء الله بتبقى جميلة. وطبعا بقى بنكمل سواها مع الايه مع الطماطم لحد كده ما ايه ما تتخدع اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي، او تتسبك يعني. ده كله حسب ما بيقول بقى، احنا عندنا احنا نقول لك بتتسبك بتتخدع في اللحمة ادي يا حبايبي اهو. وطبعا بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا، يكون مثلا ملح كزبره فلفل اسمر. طب انت بقى حسب الموجود عندك بقى، ويعني ما بن ايه ما بن يعني ما بنمسكش على حاجه معينه، يعني انت وحسب البهارات اللي عندك. يعني انا عن نفسي انا حاطط كمون كزبره البهارات العاديه بتاعتنا فلفل اسمر ملح ادي حبايبي اهو. ما شاء الله الريحه سبحان الله، يعني ما شاء الله جميله جميله جدا، ما شاء الله تحفه تحفه. ان شاء الله كده تجربوا الطريقه يا حبايبي وتعجبكم، وتضغطوا لي بقى لايك بالله عليكم، وعشان واشتراك في القناه. ولاول مره تشوفوني تضغطوا زر الجرس وتضغطوا الكل عشان يوصل لكم منه كل جديد، عشان القناه تكبر بكم كده حبايبي. ادي كده اهيت المكرونه الاسفه. اللحمه كده اتسبكت في الطماطم اهيت مع البصل حبايبي اهي. ما شاء الله جميلة جدا الريحة تحفة، ما شاء الله تبارك الله يا حبايبي اهو. كده بقى ايه ابتدينا نعصق فيها لحد ما زي ما انتم شايفين كده ما فيش ميه خالص فين في قلب الطاسه حبايبي. نيجي هنا بقى ايه المكرونه بتاعتنا. طبعا نكون احنا بقى معلقين الميه. طبعا بعد ما نحط فيها معلقه ملح. طبعا بقى بننزل بايه بالمكرونه اهوت عشان ايه طبعا بقى نسلقها ادي حبايبي. فطبعا الميه بعد ما غلت بننزل بالمكرونه. طبعا بنديها غلوه برضه تاخد غلوه، ونقوم بقى موطين عليها بسيط عشان ايه تاخد وتدي مع بعضها كده وتستوي براحتها عشان ايه ما تعجنش مننا ادي حبايب اهو. احنا بنسيبها شويه كده ادي اهوت. ما شاء الله كده ايه المكرونه اهي ما شاء الله استوت معانا يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اهي. اهي كده استوت معانا. طبعا بنكون بقى مجهزين المصفى بقى في ايه في الحوض طبعا عشان نصفي الايه نصفي المكرونه في قلب الحوض. وطبعا بنشطفها بميه ساقعه ونرجع بقى اهي يا حبايبي كده المكرونه بعد ما ايه ما صفيناها. وطبعا شطفناها بشويه ميه ساقعين
عشان نبدأ بقى نحطها فين؟ في قلب الطاسة بالصلصة يا حبايب اهي. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. ادي حبايب طبعا بقى بننزل بالايه، بالمكرونة، ونبدأ بقى ايه بالتقليب يا حبايب اهو كده زي ما انتم شايفين اهوت. تبقى نقلب بقى واحدة واحدة كده عشان ايه تشرب من اللحمة مع الصلصة، مع البصلة. يعني ما شاء الله بصراحة الريحة تحفة يا جماعة، والله جميلة جدا اهي. بسم الله ما شاء الله جميلة اهيت. ادي يا حبايبي اهي. ونجينا ما شاء الله بقى ايه المكرونة اهيت. طبعا بقى بعد ما قلبناها بقى في قلب اللحمة ادي اهي. طبعا بقى ايه، ما احنا مش بقى بنقلبها ونقوم بقى طافيين عليها وخلاص نغرف على كده، لا طبعا. احنا طبعا طبعا بنهدي النار خالص على الطاسه. وطبعا بقى طول ما احنا بنقلب كده طبعا عشان ايه، يعني كل ما يعني المكرونه بتتسبك اكتر، تشرب من التسبيكه اكتر، كل ما بيبقى الطعم اجمل جدا، ويبقى تبقى لذيذه في الاكل كده. اه يا حبايبي طبعا بقى احنا عمالين بقى ايه بنقلب فيها اهوت لحد ما ايه ما بتبدا بقى تشرب، ونحس انها اتعصجت كده مع اللحمه مع البصل والطماطم يا حبايبي اهي. بسم الله ما شاء الله جميله جدا. وده يا حبايبي اهي. ما شاء الله جميله جدا بالف هنا وشفا، والريحه والله تحفه اقسم بالله. تجربوا الطريقه دي ما هتبطلوا تعملوها باذن الله اهي يا حبايبي. طبعا بقى بنكون بقى ايه مجهزين بقى الطبق بتاعنا عشان بقى نغرف كده وتتاكل وهي سخنه كده وجميله. طبعا بقى ايه اللي حابه يعمل جنبها مثلا بقى ايه طبق سلطه، طبق سلطه كده جميل، شويه ترشي او مخللات. طبعا ده طبعا ده موجود وده موجود، وانا وحسب اللي قدامنا ما بيحب بقى. نيجي هنا بقى اهو معانا بقى الطبق بتاعنا اهو بقى. وبسم الله ما شاء الله يا حبايبي جميله جدا. شوفوا شوفوا الجمال. ما شاء الله جميله جميله، روعه روعه بالف انا وشفا. والريحه بقى ما اقولكوش تحفه. ادي حبايبي. وزي ما قلت لكم بقى ايه، يعني ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم ان شاء الله باذن الرحمن، وتضغطوا لي بقى لايك واشتراك في القناه و... وان شاء الله الفيديو يعجبكم كده، واللي اول مره يشوفني يضغط زر الجرس عشان يوصل لكم مني الكل وتضغطوا اشتراك في القناه. ادي حبايبي بألف هنا وشفا. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.